اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفه جديده. وصفتنا ديال اليوم غتكون عباره على بغيوش. هاد البغيوش هذه كتجي اكثر من رائعه، روعه 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 شكلا ولا مذاقا. كتجي كالورده في الطبيله ديالكم ولا كان عندكم ضياف، كتجي هماويه في الشكل، كتجي مقطنه رائعه هشيشه، كتجي ولا اروع. واذا ان شاء الله تبعتوا معايا الطريقه غادي تنجح معكم من اول تحضير. شفتوا الشكل ديالها تجي مذهبه محمره كيف قلت لكم، مقطنه رائعه رائعه. الا بغيتوا تبقاو تبدلوا بها الاطباق ديالكم بالنسبه للكوتي في عوض الكيك تقدروا تبدلوا بهذا الشيء هذا او لا بغيوش. بالنسبه للمقادير عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق، واحد البيضه، معلقه كبيره ديال الخميره، قشور ديال الحامض، عندي كاس ديال الحليب، عندي ربع كاس ديال الزيت خلطته مع تقريبا ربع كاس ديال الزبده اللي تكون دايبه. بالنسبه هنا عندي سنيده حتى هي ربع كاس، وعندي قبيصه ديال الملحه. ونبداو على بركه الله تحضير ديال البغيوش ديالنا. اول حاجه غادي ناخذ الكاس ديال الحليب ديالي. بالنسبه للعبارات راه خديتهم بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف ليه ديك الخميره الفوريه، غادي نخلط وغنخليها بين ما وجد لا كريم باتيسير اللي غادي نحتاج. وبالنسبه لهنا واحد النقطه مهمه، الحليب ضروري يكون دافي. كيف كتشوفوا هنا غادي نوجدوا لا كريم باتيسير. غادي ناخذ هنا ما خديتش نص لتر ديال الحليب، خديت غير كاس يكون كبير، درت ليه معلقه ديال لا كريم باتيسير ومعلقه ديال السنيده، خلطتهم وخليتهم حتى وجدت ليا لا كريم باتيسير صافي. وغادي نغطي ليها الوجه باش ما تكونش ليا القشره. وضروري ضروري ضروري البنات هنا ديروها في الثلاجه ولا صايبوها نهار قبل وخبيوها، ولا ديروها في الفريغو باش توجد لكم وتكون بارده. حيت انا الحاجه الوحيده الغلط اللي درت هو انه ما وجدتهاش قبل، يعني ما بردتش ليا وما قبضتش راسها مزيان مزيان كما ينبغي. كيف شفتوا هنا خديت البول، ضفت لها ديك البيضه، السنيده اللي عندي ربع كاس ديال السنيده كيف قلت لكم، العباره ديال بكاس العنبه، وقشور ديال الحامضه خلطتهم مزيان بالفوي، وزدت داك الخليط ديال الزيت والزبده. كيف قلت لكم الزيت ربع كاس مع ربع كاس ديال الزبده اللي تكون حتى هي بحراره المطبخ ولا تكون دايبه. ثم غادي نضيف لهم داك الخليط ديال الحليب والخميره اللي درنا في الاول. وخديت هنايا 250 غرام ديال الدقيق، غادي نضيف عليها الخليط اللي وجدت كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. واحد النقطه هنا ما بانتش قبصه ديال الملحه، راني ضفتها دابا ملي درت السائل وسط الدقيق، ضفت ديك القبيصه ديال الملحه وخديت غير السباتول وبركت كنخدم كنجمع العجين ديالي كيف كتشوفوا على هذا الشكل. هاد البغيوش حتى الطريقه ديالها سهله بزاف، هي كتبغي العجين سي نورمال، لكن حتى باش تجمعوا العجينه يعني هاد الطريقه سهله بالسباتول، ما كتلصق لكم لا في يدين، ما كتبقاوش واحدين معاها. حيت اكثريه ديال البنات يعني الصعوبه اللي كتجيهم في البغيوش ولا غير في الكريسات العاديين اللي تنعرفوا هو انها كتكون العجينه شويه كتلصق في اليدين، يعني كتكون خفيفه، هي ما خصهاش تدقق بزاف. هاد الطريقه هذه جاتني انا بالنسبه لي انا سهله، وانا متاكده غتجيكم حتى نتوما سهله بزاف. كيف كتشوفوا بديت كنجمع غير بالسباتول بهاد الطريقه حتى تجمعت لي العجينه، ما زدت حتى ما زدت يعني نهائيا الفرص. درت غير واحد الرشه خلاص ملي خليتها تتخمر. المهم انتم غادي تشوفوا معايا التفاصيل كامله. بالنسبه لهنا اللي بغى يذوب المقادير ممكن يعني زعما اللي بغاها كبر او اللي بغى يدير جوج راه ممكن يذوب المقادير ديال هادشي اللي قلت لكم، وانا غنخلي لكم اسفل الفيديو بالغراماج. كيف كتشوفوا هنايا جمعت لي العجينه وبديت هنا هدلكت لها واحد 5 ديال الدقيق. هنا ممكن الا عندكم العجانه راه هي كتقضي الغرض، كتضيفوا فيها المقادير وكتخليها تدلك لكم البغيوش ديالكم ولا العجين ديالكم مزيان. انا هنا استعملت غير يدي، جنت غير دلكتها واحد 5 ديال الدقيق صافي. وغنردها للبول، والبول ضروري تدهنوها بشويه ديال الزيت، حطوها ديروا عليها السلوفان وغطيوها وخليها حتى تخمر. ومن الاحسن البول يكون شويه كبير باش تاخذ راحتها، يعني تخمر لكم مزيان تلقى فين تنفخ ديك العجينه. هنا تقريبا دازت واحد شنقول لكم ساعه ولا ساعه الا ربع بحال هكاك، يعني وجدت ليا الخميره ديالي، رشيت عليها شويه ديال الدقيق وغادي نديغازيها كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا صافي. وغادي نحطها على سطح العمل وغادي ناخذ المدلك ديالي وغادي نسرح العجينه ديالي على سطح العمل بشكل على شكل مستطيل. انتم غتشوفوا معايا طريقه راه سهله بزاف. وباش تفاديا باش ان العجينه ما تلصقش لكم على سطح العمل، دهنوها بشويه ديال الزيت باش هكا تفاداو انها ما تلصقش.
كيف كتشوفوا كتطلق معايا ساهله، ما عذبتني ما والو، يعني غادي تجيكم ان شاء الله حتى نتوما ساهله ماهله الا تبعتوا هاد لي ديتاي اللي كنقول لكم. درت بعض الاخطاء كيف قلت لكم، هو الخطا اللي درت في لا كريم باتيسير كان عليا نوجدها يعني قبل باش تبرد ليا مزيان وتجمع، لكن اعتقدت الموقف في الاخر انتم غتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله. صافي كيف كتشوفوا هنا دغيا تطلق معاكم. فوالا كنقاد ليها الجوانب ديالها، كنحاول يعني نبسطها مزيان، ما تبقاش جهه طالعه على جهه ولا جهه غليظه على جهه. صافي الطريقه راه سهله صراحه. هاد لابغيوش انا من نهار جربتها ولات كتعجبني بزاف. كيف قلت لكم ممكن انكم تنوعوا بها، يعني نورمالمون حنا كنعرفوا بزاف هو في لي غوتي، يعني الا تشهيتي شي حاجه كتنوضي تصايبي كيكه، وكل مره يعني كتكون كيكه مختلفه على الاخرى. لما لا ما تدخليش حتى في الروتين ديالك. هاد البغيوش هذه صراحه اش غنقول لكم رائعه رائعه رائعه. وانتم شفتوا في الاول لا فيديو، شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير، كتجي فنه بزاف بزاف بزاف، وحتى في الكو رائعه. كيف شفتوا هنا من بعد ما بسطتها مباشره خديت لا كريم باتيسير. شفتوا معايا دابا لا كريم باتيسير كيفاش دايره. نورمالمون من الاحسن خصها تكون قابطه في راسها مزيان. انا كيف شفتوا راني غير زعما غير داك شويه صافي، يعني كنرش غير شويه، حيت نورمالمون علاش تكون قابطه راسها باش منين نلويها ما تخرجش ليا من العجينه. انا درت دابا غير واحد شويه وكنحاول نبسطها، كنشوف عيني ميزاني. اللي ناكد عليها البنات هو لا كريم باتيسير اول حاجه تبداو بها، ماشي حتى تعجنوا العجينه ديالكم. يا اما شوفوا نتوما لو لقيتها اللي بغيتو ديروها كنتو بغيتو تبداو بها في الصباح، انا من الاحسن كنفضل ديروا لا كريم باتيسير تصيبوها بالليل، يعني تغطيوها مزيان مزيان، غد ليه تلقاوها واجده مقابده ما غتعذبكم ما والو. اولا كنتو يعني ما غادي تقادوها حتى العشيه، تقدروا تصايبوها في الصباح وتخليوها في الثلاجه ديالكم تقبط راسها مزيان مزيان. كيف شفتوا هنايا كنسرحها على سطح العمل على هذا الشكل هذا. وضروري تخليو دوك الجوانب ما تقيسوهمش، باش سوا جاريه سوا قابطه في راسها ديك لا كريم ما تخرجش لكم من العجينه. هانتوما غتشوفوا معايا انا راه كان ايطالي الوسط وخليت دوك الجوانب كيف كتشوفوا ما فيهمش لا كريم. خديت هنا لي بيبيت شوكولا حتى هما درتهم. بالنسبه لهنا التزيين راه كيبقى الاختيار ديالكم، تقدروا تستغناو على لي بيبيت شوكولا، تقدروا ديروا مثلا الزبيب الا عندكم، تقدروا ديروا مثلا هذاك لوز ولا كاوكاو كونكاسي. المهم الاختيار ديالكم في المذاق. المهم حتى بهاد لي بيبيت شوكولا كتجي واعره. هنايا شفتوا كيفاش كنطوي ويدي مرخيه وغير بشويه باش هذيك لا كريم باتيسير ما تضيعش ليا. وحتى من الاحسن لا بغيوش سوا لا كريم باتيسير كانت قابطه في راسها، هذيك لا بغيوش الا كانت ملويه بطريقه خفيفه يعني اليد مطلوقه ما غاديش تجيكم حتى مدقصه ملي تقطعوا شي مورسو مثلا منها. فهمتوني؟ كيف كتشوفوا بقيت كنطوي وغادي نشد دوك الجوانب، غنحاول نطولهم واحد شويه وعاد باش ندورهم على هذا الشكل كيف كتشوفوا. المهم راه كلشي موضح في لا فيديو. وندير لهم قريصات. راه هاد اللقطه ما بانتش ليا صافي مباشره انا خديت بلاستيك يعني بلاستيك غذائي سرحته ودرت الوسط العجينه ديالي ولويتها كيف كتشوفوا على هذا الشكل ودخلتها للفريغو. يعني بقات لي في الفريغو باش تشد براسها ما تعذبنيش في التقطاع، وحتى لا كريم باتيسير تشد راسها مزيان. هاد المرحله هذه خصكم ضروري ديروها واخا لا كريم باتيسير ديالكم شاده مزيان زعما قابطه مزيان وخدمتوها مزيان. علاش؟ حيت حتى العجينه ملي غادي تبداو تقطعوا ما تعذبكمش وتجيكم ساهله، وحتى الموس حتى هو تيعاون. غير هو المده اللي خليتها انا غتكون اكثر من المده مثلا الا خليتوها نتوما وكانت لا كريم باتيسير ديالكم ديجا يعني قابطه مزيان في راسها. انا تقريبا خليتها شحال ساعه ولا ساعه وربع بحال هكاك. نتوما راه تخليوها غير نص ساعه غير تشد العجينه في راسها باش تجيكم سهله في التقطيع. كيف كتشوفوا هنا راه كنحاول نزرب غير على قبل ديك لا كريم باتيسير ما تخسرش ليا لا بغيوش ديالي. حاولت نقطع بالزربه كيف كتشوفوا على هذا الشكل. الطريقه راه سهله صافي حتى كنكمل الرولو اللي عندي. شفتوا الطريقه كنحاول غير نحيد يديا زعما باش يبان لكم في لا فيديو كان ضروري خصني نشد. فوالا الطريقه راه سهله بزاف، ما يكونوش عراض وما يكونوش عاوتاني رقاق، صافي ساهلين يعني راه كلشي موضح في لا فيديو. وخديت المول ديالي خديت غير داك الاطار اللي كيكون على شكل
ساقل كيف كتشوفوا. فرشت في لاطا بابي كويسون وبديت كنحط. الا عندكم نتوما شي مول يعني الحجم ديالو نقولوا حنا غير متوسط، حيت انا عندي يعني الحجم ديالو صغير ما بقاش عندي داك الكبير، صافي قديت بهذا حتى هو قاضي الغرض. صافي بديت كنستفهم، غير هو كنحاول يعني ماشي نلاصقهم. ما بغيتش نقول لكم بعدهم حيت انا يعني ماشي مباعدين، ولكن غير ما يكونوش ملاصقين وصافي كيف كتشوفوا على هذا الشكل. وغادي نغطي على لابغيوش ديالي واحد تقريبا ساعه ولا ساعه الا ربع اخرى باش توجد ليا مزيان. الا كان الحال سخون راه غير نص ساعه غادي يخمروا لكم. كيف كتشوفوا هنا راه خمروا، وغادي ندهنهم بخليط ديال البيض والحليب مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. كيف كتشوفوا غادي نعاود نزوقهم بلي بيبي شوكولا حتى هما، وحتى برقائق اللوز. زين دائما تنقول لكم كيبقى الاختيار ديالكم، ولكن حتى لي بيبي شوكولا ورقائق اللوز جاو اكثر من رائعين. بالنسبه للطياب ديال الفران ضروري يكون الفران سخون. نخليوه من الفوق ومن التحت شاعل. تنخليو يطيب البغيوش ديالنا على درجه حراره ما بين 170 180 درجه. كتاخذ لكم تقريبا واحد 50 45 دقيقه حتى لساعه على حساب كون الفران. كتجي محمره رائعه لذيذه وهشيشه رطبه. كيف قلت لكم الشكل ديالها كيجي رائع. انا نبقى نشكر لكم في هذا البغيوش حتى الغدا. المهم راه رائعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم والفيديو يعجبكم، نكون خفيفه على القلب ديالكم، ونتمنى الشرح ديالي يوصلكم. واي سؤال عندكم او استفسار خليوه ليا في لي كومونتير ونجاوبكم عليه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. تبقاو على خير.